وحشتوني قوي قوي يا احلى عيله في الدنيا كلها. قولوا لي، لو في مره كنت قاعد بتتغدى او بتشرب القهوه بتاعتك في اي كافيه ولقيت فيه جواب مستنيك، ايوه مستنيك انت مش حد غيرك، ومحدش نسيه وكان قاعد قبلك، ولما سالت مين اللي سايب الجواب ده محدش عارف وانت اهملته ومشيت، وتكرر الموضوع ده كذا مره. حد مستنيك انت مخصوص، انت بنفسك، وبيحط لك الجواب ده مكان الترابيزة اللي انت متعود تقعد عليها، وكأنه عارف تفاصيل حياتك والميعاد اللي هتروح تشرب فيه القهوة. يا ترى هتفتحوه ولا هتخافوا ولا هتعملوا ايه؟ ده اللي حصل مع ساندي بالظبط، بس هي قررت تفتح الجواب وتشوف فيه ايه وتعيش القصة كاملة وتشوف المجهول اللي قاعد يبعت لها الجوابات ده عايز منها ايه. والنهاردة حلقة جديدة من حلقات مجنون المديرة. يا ترى المجنون هيعمل ايه مع ساندي؟ تعالوا نشوف. ما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس علشان توصل لكم كل القصص والحلقات اللي جاية. ولو ما شفتوش الحلقات اللي فاتت هتلاقوها موجودة تحت في أول تعليق مثبت. ويلا بسرعة 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 نبدأ في حلقة النهاردة. وطلعت ساندي لأوضتها ونامت من كتر التعب ومن كتر التفكير، ولما صحيت ما صحيتش غير على صوت مريم مامتها تاني يوم. ايه، انا لسه نايمه، بتصحيني ليه يا ماما؟ سيبيني عايزه انام، انا تعبانه جدا. علشان في الوقت ده ترد عليها مريم وتقول لها لسه نايمه ايه، احنا تاني يوم، قومي يا عروسه بقى. علشان اول ما تسمع ساندي صوت مريم في اوضتها تقوم مفزوعه وتقول لها مريم، انت بتعملي ايه في الاوضه؟ عروسه، اوف، نسيت إن النهاردة هقابل سيزاف. مامتها قطعت الحديث دوت وقالت لها طب يلا يا ساندي قومي بقى علشان تجهزي، وأنا هسيبكم وأروح الشغل اللي ورايا، أنا مش فاضية لدلع البنات ده. وساندي علقت على كلام مامتها وهي بتتريق، أجهز؟ أعمل إيه يعني؟ أنا لو عليا أصلا أنزل لهم بالبيجامة. وكانت خرجت مامة ساندي من الأوضة، ومريم قالت لها تصدقي فكرة، حتى لما يجي يحلم بكوابيس أهو يحلم فيكي وأنت بالبيجامة. نعم، تقصدي ايه يا هانم؟ ان انا كابوس؟ ايه يا ساندي يا حبيبتي، واحده واحده، ده انا بضحك معاكي، حرام يعني اضحك معاكي؟ لا مش حرام يا ست مريم، بس أنا بقى عايزه اقوم اخد الصور بتاعي. طب يلا بسرعه يا هانم علشان نشوف مسقط وشك المقشف ده. نهارك مش معدي، انا وشي مقشف؟ طب تعالي بقى، ده انا سكتلك من الصبح، والله لا اضربك على بقك بقى يا مريم. خلاص توبة والله مش هتسمعي صوتي تاني. بس يلا علشان تجهزي وهتسمعي كلامي يا ام بيجامه، انتي حتى لو مش عايزاه لازم تكوني ملكة النهارده. حاضر يا استاذة مريم، اهو جالك اليوم اللي تأمري فيه وانا نفذ. شوفي الايام. يلا انا هدخل بقى اخد الشاور واطلع. وبعد ما خلصت ساندي الشاور بتاعها وطلعت لمريم، ها قوليلي هنبدأ من فين؟ بصي يا ستي، قبل أي حاجة لازم نعمل ماسكات وندلع نفسنا ونروق عليها. وبعد شوية كانوا خلصوا كل حاجة وكل التجهيزات، وكانت مريم بتحاول تحط روج لساندي. لا 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 لا، روج أحمر ايه اللي انت عايزاني احطه ده؟ طبعا لا يمكن. أيوة لازم طبعا، مش كفاية لابسة عفريتة سودا ومهببة اهي. إذا كان عاجبه بقى، ولو عروس ما أنا حاطة برضه أحمر أهو. احمر ايه بس يا شيخ، ده لونه كات. وعلى فكره بقى انت تعجبي الباشا، انت اصلا زي القمر في كل حاجه، بس حطي الروج تعبتيني. مش هحط حاجه، هو اللي انا حطاه بس. يو يا ساندي، ده انت زهقتيني، اعملي اللي انت عايزاه. عروسه اخر زمن صحيح. علشان في نفس الوقت دوت تدخل مامة ساندي عليها وتقول لها وهي مصدومه ايه يا ساندي كل ده وما جهزتيش؟ ده الناس وصلوا. وكتمت مريم جد ضحكتها بالعافية بعد ما بصت لها ساندي وقالت لها ايه يا ماما، ما انا كده جاهزة اهو، ده انا حتى زي القمر. جاهزة؟ جاهزة ايه بس يا ساندي؟ ده انت حتى رايحة تعزي، مش هلاقيك فتحتك. طب ايه قوليلي يا ماما، عندكم بن ولا اروح اشتري؟ وقبل ما ترد عليها مامتها كانت ساندي بدأت تتحرك وتنزل. يلا بقى يا ماما بسرعة، عريسي مستنيني تحت. يلا يا مريم يا حبيبتي. لا، أنا مش نازلة، أنا هتفرج من فوق حتى يكون في حد يلحق يطلب الإسعاف. على رأيك. يلا يا ماما يا حبيبتي. ونزلت ساندي وباباها كان مستنيها.
وأول لما شافها ابتسم وهو عارف إيه اللي بيدور في راسه وقال لها الأسود هياكل منك حتة يا سندي. وابتسمت لباباها وبعدين بصت على معاذ وبصت له بنظرة تحدي وهو ردها لها ابتسامة، إلا إن هو مش هيقدر ينكر إن هي جميلة قوي فوق ما كان يتصور رغم هدوءها ومكياجها وحتى لبسها الأسود. ووقتها قال في نفسه الأسود يليق بك يا عزيزي. وكان من حظها إن مكانها جنبه. وبعد ما كلهم قعدوا راح نط معاذ وقال بسرعة طب إيه مش هنقرا الفاتحة ولا إيه يا عمي؟ وكلهم ضحكوا على استعجاله وبابا قال له مستعجل قوي انت يا معاذ علشان معاذ يرد بس الصوت ما تسمعوش غير سندي اللي هو طول كنت خليته كاتب كتاب ودخله مش قراية فاتحة بس. وبعدين عينهم بصت لبعض وهو ابتسم نص ابتسامة علشان متأكد إن هي سمعته، لكن هي كانت بتبص له وهي متغاظة منه جدا. وبعد ما خلصوا قراية الفاتحة وقالت مامتها طب نسيب عرساننا يقعدوا مع بعض ولا تحبوا تقعدوا برا في الجنينة؟ أي حاجة يا ماما مش هتفرق. لا خلينا هنا، ولا انت ايه رأيك يا عروستي؟ ووقعت ساندي في الفخ اللي عمله لها معاذ علشان هو عايز عكس العيلة، هم عايزهم يقعدوا برا في الجنينة، وعلشان هو عارف ان هي هتعنده قال كده لا انا مش عايزة اقعد هنا، هنقعد في الجنينة برا. مفيش مشكلة يلا بينا. وأول ما قعدوا خرج معاذ خاتم من جيبه وهو بيقول لها مبروك يا عروسة، يا رب ذوقي يعجبك لحد ما نجيب الشبكة. بس يا ترى ساندي هتوافق وتاخد الخاتم منه ولا هترفض، ولا أصلا القعدة دي ايه اللي هيحصل فيها؟ ربنا يستر وتعدي على خير. ولحد هنا نكون خلصنا حلقة النهاردة. تفتكروا ساندي هتعمل ايه مع معاذ؟ وهل ممكن تيجي اليوم وتحبه، ولا هتفضل تفكر في المعجب الولهان اللي بيبعت لها جوابات وهي مش عارفاه؟ ولسه السؤال مستمر، مين عايز يوقع ساندي ويخسرها شركتها اللي فضلت تبنيها؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض الحلقات اللي جاية. استنوني. وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم فرحوني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ومن هنا للحلقة اللي جاية هتوحشوني قوي، واستنوني في كل القصص والحكايات اللي جاية من حكايات مريان. بحبكم. باي.